مساء الخير. لقب السندريلا مرتبط بالنجمة الاستثنائية سعاد حسني، وحقيقي هي تستحق اللقب ده. لكن الحقيقة إن الفنانة عقيلة راتب كانت أول من لقبت بالسندريلا في تاريخ السينما المصرية. صحيح إن الأفلام الشهيرة واللي بين إيدينا لعقيلة راتب بنشوفها بتجسد فيها شخصية الأم بامتياز، لكن الحقيقة إن ده ظلم كبير لعقيلة راتب، وده لأنها قدمت كتير من الأفلام في شبابها وكانت نجمة مصر الأولى في المسرح، لكن للأسف ما وصلناش كتير من الأفلام دي. وعلشان كده وبعد الفيديو ده هتعرف قد إيه عقيلة راتب مختلفة تماما عن صورة الأم الجميلة اللي بتخاف على أولادها، رغم إن صورتها دي لسه راسخة في وجداننا، لأننا عمرنا ما هننسى كبيرة عائلة زيزي. لو أول مرة تشوفنا فيها وعايز تعرف أكتر عن نجوم ونجمات الزمن الجميل، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا نكمل الفيديو سوا ونعرف حدوتة كاملة محمد كامل. في 22 مارس سنة 1916 في بيت رئيس قسم الترجمة بوزارة الخارجية اتولدت بنت في منتهى الجمال، أهلها سموها كاملة، وبتتربى بين والدها ووالدتها. وبيحلم الأب إن بنته تشتغل في السلك الدبلوماسي، لكن بنته بتخيب ظنه وبتقول له يا بابا أنا عاوزة أمثل. بتبدأ كاملة رحلة الفن في المدرسة لما كانت بتغني وبتمثل في المسرح المدرسي. وفي يوم من الأيام بتنظم المدرسة رحلة، وأثناء الرحلة دي بتغني كاملة في القطر لدرجة إن كل الركاب بيندمجوا معاها. وبالصدفة كان في القطر صحفي تاني يوم كتب عن البنت الصغيرة دي. وأثناء أحد العروض المسرحية اللي بتشارك فيها عقيلة في المدرسة بيكون موجود زكي عكاشة صاحب فرقة عكاشة المسرحية، وبينبهر بالبنوتة الصغيرة المنطلقة دي، وبيحاول يوصل لوالدها علشان يعرض عليه إنها تمثل معاه في الفرقة، لكن الأب بيرفض رفض قاطع. بس البنت بتصر إنها تكون ممثلة، وكلمة من هنا على كلمة من هنا أخدت البنت الصغيرة علقة محترمة. غضب البنت من والدها خلاها تروح تقعد مع عمتها اللي كانت هي كمان غاوية تمثيل. زكي عكاشة لم ييأس وراح للعمة وطلب منها إن كاملة تمثل معاه، وفعلا بتوافق. لكن كاملة بتغير اسمها وبتاخد اسم راتب أخوها اللي توفى وهو صغير، واسم عقيلة من واحدة صاحبتها في المدرسة، وبتبدأ تمثل تحت اسم عقيلة راتب. ومن أول يوم بدأت عقيلة راتب تحقق نجاحات كبيرة في فرقة عكاشة المسرحية، لدرجة إن الصحف والمجلات بدأت تتكلم عنها. ويقال إن النجاح ده وصل لإسماعيل صدقي باشا رئيس وزراء مصر وقتها، فراح واتفرج على أوبريت هدى. لما وصلت عقيلة ل 16 سنة التحقت بفرقة علي الكسار، فكانت أشبه بطوق النجاة للفرقة اللي كانت بتعاني من تراجع كبير. وبمجرد لما اتعرف إن عقيلة بقت واحدة من أعضاء فرقة الكسار، رجع الجمهور مرة تانية لمسرح الكسار، لدرجة إن الجمهور حجز واحدة من المسرحيات لمدة شهر قدام. الكسار كان حنين جدا على عقيلة راتب، وكان بيتعامل معاها على أساس إنها بنته، وكان بيخاف عليها من دون جوان الفرقة أو بلبل مصر الفنان حامد مرسي، واللي كان مطرب كبير قوي وقتها وتلميذ لسيد درويش. وكان بيحب عقيلة راتب جدا لدرجة إنه فضل مخبي الحب اللي جواه عنها لحد ما عرف إن واحد من كبار رجال السرايا اللي كان من رواد مسرح الكسار بيحب عقيلة وبيروح لها العرض كل يوم علشان يشوفها. الراجل ده وبحسب ما بتقول زينب عبد الله في كتابها في بيوت الحبايب طلب إيد عقيلة من علي الكسار، ووعده إنها لو وافقت هيخلي الملك والملكة يحضروا الفرح. أنت متخيل يعني إيه الملك فاروق يحضر فرح لفنانة من فرقة الكسار؟ في اللحظة دي بيعلن حامد مرسي حبه لعقيلة راتب اللي بدورها بترفض باشا السرايا وبتوافق على الدونجوان حامد مرسي. وده طبعا بيخلي علي الكسار يتجنن لأنه خاف على مستقبله ومستقبل الفرقة من الباشا. مع بدايات السينما دخلت عقيلة برجليها اليمين، وكانت لسه شابة صغيرة في العشرينات، فلعبت أدوار كتير، وطبعا
أغلبها أدوار رومانسية مع كبار نجوم مصر وقتها، ومن هنا أطلقت عليها الصحافة والنقاد لقب السندريلا. عائلة راتب ما كانتش مجرد وجه جديد في السينما، بدأت تاخد أدوار كده والسلام. بالعكس، عائلة كان ليها أدوار مهمة جدا على مستوى السينما، زي مثلا مناقشتها لموضوعات تهم المرأة، وده في أكتر من فيلم. والأهم، دورها العظيم في اكتشاف أسماء نجوم فعلا يخضوا. عائلة من الناس اللي ساهموا في اكتشاف عماد حمدي، وده لما كان بيشتغل في واحدة من إدارات استوديو مصر، فرشحته لبطولة فيلم السوق السوداء سنة 1945، واللي كان من تأليف وإخراج كامل التلمساني. صحيح الفيلم ما نجحش النجاح المنتظر، لكن عائلة كان عندها إصرار على موهبة عماد حمدي، واللي أكدها في أفلامه اللي بعد كده. مش بس كده، عائلة كان ليها دور في المكانة اللي وصل ليها أنور وجدي. صحيح أنور كان معروف وقتها وبيقدم أدوار كلها شر، لكن هي اللي رشحته في فيلم قضية اليوم، لدرجة إن المخرج كمال سليم رفض في البداية، لكنها أقنعته، وبينجح الفيلم، وبينطلق بعدها أنور وجدي في السينما كممثل وكمنتج. عندك كمان دورها في اكتشاف الفنان العظيم محمد فوزي، لما كلمها عنه المؤلف مصطفى السيد وقال لها عندي فنان من طنطا صوته حلو قوي. وفعلا رشحته عائلة راتب لفيلم سيف الجلاد، وشارك في الفيلم فعلا مع يوسف وهبي، لكن الغريبة إنه ما غناش في الفيلم ده. ولما عرفت عائلة بمواهب محمد فوزي المتعددة وقدرته على التلحين والغناء، استعانت بيه في فيلم عروس البحر، لكن المرة دي كبطل أمامها، وفي الفيلم ده غنى معاها أول دويتو في حياته. عائلة كانت معروفة في الوسط الفني بالاحترام الشديد، يمكن بشكل أكبر بكتير من اللي كان موجود في زمنها، رغم بدايتها المتمردة على الأسرة في سبيل التمثيل، إلا إنها ظلت تحافظ على العادات اللي اتربت عليها. وده بيظهر جدا لما الراقصة بيبة عز الدين طلبتها علشان تنضم لفرقتها، فوافقت عائلة راتب، لكنها اشترطت عدم تقديم خمور، وفعلا استجابت بيبة لطلبها. كمان يوسف بيك وهبي كان دايما معروف إنه بيشع أجواء من البهجة في الكواليس، فكان لما يحب يقول نكتة أو يهزر في الاستوديو كان يسألهم هي عائلة موجودة؟ ولما يعرف إنها موجودة فعلا كان يقول لهم خلاص بعدين. كمان كانت على علاقة وثيقة بكوكب الشرق أم كلثوم، اللي كانت دايما حريصة إنها تحضر مسرحيات عائلة راتب. استمرت عائلة تشتغل في السينما خلال الستينات والسبعينات، لحد ما طبعا ظهرت أجيال جديدة واقتصرت الأدوار اللي بتقدمها على دور الأم وبس. بتقول حفيدة الفنانة عائلة راتب إنها كانت بتصور آخر أفلامها المنحوس مع سمير غانم ونورة، وأثناء ما كانت في استراحة وفجأة بتفقد بصرها، وكأن في حد كان فاتح النور وقفله مرة واحدة. طبعا الصدمة كبيرة، لكن العجيب في القصة هو ثبات عائلة راتب وإصرارها إنها تكمل المشاهد اللي باقية لها، وقالت لهم قولولي بس أتحرك إزاي وأنا هتحرك، حرام المنتج يخسر. ويكون الفيلم ده آخر عمل تقدمه للسينما، وبعدها بتبعد عائلة تماما عن الأضواء، وبينتهي بيها المطاف وحيدة في بيتها لمدة 11 سنة. عائلة من النجمات اللي الحظ ابتسم لهم في كتير من اللحظات، فبنشوف إنه تم تكريمها من الملك فاروق بعد ما حضر أوبريت بيوت الناس، وبكت وتمنت إن والدها يكون موجود معاها في اللحظة دي. كمان كرمها الزعيم جمال عبد الناصر والرئيس أنور السادات، وفي سنة 1998 بيكرمها الرئيس حسني مبارك علشان ترحل عن عالمنا في السنة اللي بعدها. عائلة راتب كانت قريبة جدا في تفاصيل شخصيتها من الدور اللي قدمته في فيلم عائلة زيزي. عندها قدر عالي من المرح، ولكن بشكل فيه جدية وصرامة مع الأبناء. يمكن تكون عائلة راتب اتظلمت بضياع أو حرق أفلامها اللي قدمتها في بداية حياتها خلال فترة الثلاثينات والأربعينات، لكن صورتها بأدوار الأم هتفضل محفورة في قلوبنا. وصلنا لنهاية الفيديو، لكن متعة الفن ما بتنتهيش عندنا.
لسه في فيديوهات تانية لنجوم مصر الكبار علشان نعيد اكتشافهم من جديد ونعرف أكتر أسرار وتفاصيل مختلفة عن حياتهم. ما تنساش تشترك في القناة علشان تكون دايما جوه الحكاية.